السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي في كل مكان، تحياتي لكم جميعا. إن شاء الله في الفترة الجاية بنثبت ميعاد بحيث إن احنا نطلع فيه نتقابل مع بعض ونقول فيه كل الأخبار الخاصة بالكورة، المهمة منها بالأخص طبعا. وما تنسوش الدعم الدائم من حضراتكم، اللايك والشير واشتراك بقناة اليوتيوب. وانا ببقى دايما حاطط لينك القناة بتاع اليوتيوب في اي بوست على الفيسبوك، فيشرفني اشتراك حضراتكم والدعم الدائم ان شاء الله. وتحياتي لكم جميعا. المنتخب الوطني المصري بيلعب يوم الجمعة الساعة 7 مباراته الأولى مع موريتانيا. المباراة يوم 11 يوم الجمعة في استاد القاهرة. المعسكر المنتخب طبعا بقيادة الكابتن حسام حسن المدير الفني، وضم كل من محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد عواد لحراسة المرمى طبعا. ومعاهم رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكم، خالد صبحي، محمد حمدي. ومعاهم محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، ابراهيم عادل، مصطفى محمد، اسامه فيصل. وكان معاهم نبيل دونجا، وخرج واتضم مكانه محمود صابر. بالتوفيق للمنتخب. طبعا المحترفين كلهم وصلوا، والمحترفين نذكرهم تاني بشكل خاص: مو صلاح طبعا من ليفربول، محمد عبد المنعم نيس الفرنسي، مصطفى محمد نانت الفرنسي، عمر مرموش فرانكفورت الألماني، حمدي فتحي الوكرة القطري، تريزيجيه الريان القطري. المنتخب طبعا بيقيم بأحد فنادق التجمع الخامس، حاجة 7 ستارز يعني ما شاء الله. ان شاء الله يتوفقوا في ماتش موريتانيا الاول هنا في استاد القاهرة، ويكسبوا الماتش ده. ولو قدروا يكسبوا ماتش موريتانيا هناك كمان يبقى الموضوع خلص، وهو خلصان في الحقيقة يعني. المنتخب طريقه مش عايزين نقول سهل يعني، لان الكابتن حسام بيزعل من الكلمة دي، ومفيش حاجة سهلة والمطوشة كلها فيها صعوبة. انما هو الطريق بس في الحقيقة يعني مفيش احسن من كده، سواء افريقيا او كاس العالم. الدنيا يعني في الحلاوة على الاخر. يعني ما فيش في مرة كان في تصفيات طريق المنتخب المصري سالك كده بالمنظر ده. هي هتبقى فرصة ان هو لو فاز الماتشين هيبقى فرصة انه يقدر بقى يجرب لعيبة، دخل لعيبة جديدة. يعني عايزين كده نشوف من كابتن حسام زي ما كان المدير الفني قبل كده كيروش. بصراحة خسروا المنتخب المصري، كان بيأدي أداء ممتاز، خسر البطولات اللي لعبها خسرها ضربات جزاء. يعني هيعمل ايه؟ يعني كلنا في ماتش الأهلي السوبر ده بنقول الأهلي ما خسرش، الأهلي ده ضربات ترجيح، لكن ما خسرش في المباراة. ما هو كروش كان كده. غير ان كروش كان عنده عين بصراحة جيدة جدا. يعني كروش السبب في رجوع محمد عبد المنعم للأهلي واللي محترف دلوقتي، وكروش السبب في ظهور عمر كمال عبد الواحد، وفي مهند لاشين. يعني كل اللعيبة دي ما كانتش، وكان سبب في ان الاهلي فكر يضم احمد رفعت الله يرحمه. برضو ظهر مع كروش في البطولة العربية، وجاب جون ولا اروع. الله يرحمه، كان لعيب ممتاز يعني رحمة الله عليه. وغيره وغيره يعني مش حاضرني دلوقتي، انما يعني كروش كان عين حلوة. عايزين كابتن حسام رخر يبقى بالعين دي. يمكن مش واخد الفرصة بسبب ان هو عنده مطوشة بتضغطه. لما يبقى النتائج مش مهمة هيقدر يجرب، يقدر بقى يشوف يدخل حد يعمل طريقة جديدة. يعني عايزين نشوف المنتخب بشكل جديد على ايد الكابتن حسام حسن. ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني يوم الجمعة، ونشوف ماتش حلو ان شاء الله. وشكرا لحضراتكم. وهنعمل فيديو تاني نتكلم فيه على الهجوم اللي حاصل على النادي الاهلي، اللي انا شايفه هجوم ممنهج. هنتكلم فيه ان شاء الله في فيديو تاني بعد الفيديو ده على طول. شكرا ليك.